رسول الله أعد الحسين لمن؟ أعده إلى تلك الأيام التي كانت مرسومة أمام ناظر النبي، يا أيام إلى أيام الطف، الأيام التي عادت للإسلام جدته. الواقع هيأ الحسين لهذا، كان يعرف مصرعه وين راح يكون، تربته وين أنصاره، ما يجري عليه وعلى عياله، الصورة كلها كان النبي صلى الله عليه وآله على علم بها، وينوه بها لأصحابه، ويعد الحسين إلها، يعد وتقول له الزهراء سلام الله عليها، تقول له يا رسول الله أنا أشوفك من تنظر الأطفال شو تتألم بعض ساعات، شنو السبب؟ ما يريد رسول الله يكدرها، تالي قال لها أنا أدري، أنا أنظر ما يجري عليهم، أعرف شنو اللي يجري عليهم. فكان النبي يعده يريد يسمع على الحسين، يعني يقول له أنت مهيأ لهذا، ترى مهيأ ليوم عظيم، أنت خذ في اعتبارك المعنى أنك أنت على عاتقك رسالة كون تأدي هالرسالة، وهاي لمح النبي هذه الرسالة وين؟ لمحها من يوم ولادة الحسين، اليوم اللي وضع الحسين به بالمهد، الصورة ارتسمت أمام النبي. مو يقول له أحد الشعراء، يقول له سما بقصيدي أن ذكراك مطلع، وأغلى نشيدي أنه منك مقطع، إذا جئت أستوحيك شدت بناظري حشود طيوف بالسنى الغمر تلمع، كأني وشعري يجتليك كرائما ألم نجوما، والذي منك أروع، وأشتار كرما ما يزال بعطرها ترطف، من 1000 مضى يتضوع، تعود بي الذكرى لطفل بمهده، إليه شموخ من غد يتطلع، كأن على كفيه همس تمائم من الجزع، أنغام الفتوح توقع، فتسألني عيني أبي المهد صارم تململ، أم طفل من الدر يرضع، أرى كل من يحيا يموت، ويستوي على مسرح الدنيا مغيب ومطلع، وأنت حياة لا تموت على المدى، توالد في خلق وتنشي وتبدع. بلى والله حياة لا تموت على المدى. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarjic.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.